ايش يا مرة خالد؟ ولا يعني عشان مي وحدانيه ومقطوعه من شجره كنت من هب ودب الى تصفيه؟ انا كل من هب ودب؟ لا ورحمه ابويا وامي انت معاكي سكت عليكي ابدا. يجي خالد يشوف صرفه معاكي. يا ايه اللي يبنيني على كده؟ يا انا ياتي في الدار ده؟ لا ما اللي يدوس لي على طرف ادوس على رقبته ادوس بصابع في حباب عينيك كمان. يا ابوك يا ولاد روح شوف ابوك من تحت الارض يجوا يشوفوا صرفه في المصيبه اللي ملايميها دي. بقول لك يا مرة خالد قصري احسن. ليه؟ ما تاخديني قلمين ولا شوفي حاجه تبطيني في دماغيها ما زي عوايدك مع الخلق. يلا يلا يا واد انت وهي يلا اللي حواليكم وسيبها مفطره هي الخلق. ليه يا نبويه؟ صوتك واصل لغايه اخر البلد، في ايه؟ في ايه؟ فيه اللي احنا فيه كل يوم يا خال المحروسه، فيه اللي لسه راجعه من النقطه لو المحروسه بنت اختك، فيه النهار مشلوله من عوايلها مع الخلق. يا اختي لا بتنشلي ولا بتبان حاجه، وبعدين انا ما غلطتش بحد وماليش دعوه بحد، واولوا بنتي يا نبويه. سامع يا حاج؟ البنت دي حضرتني. ايه بس امال يا نبويه؟ اهدى، هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا حاج؟ طلقني. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدي امال اهدي. خش ظريف روحي طلي على الجاموسه واكلي البهايم وبالمره تشوفي لي لقمه كلها، حتى انا على قلب بطني من ساعه ما جيت من الصف. مراتك عندك تحضر لك لقمتك انت وعيالك، ماليش دعوه غير بالجاموسه اللي في الزريبه وبس. الله في سماه لكن سايبه لك الدار انا والعيال. يا روح ما بعدك روح، بنت اختك دي لا يمكن تكون بني ادمه. وطي صوتك لا تسمعني. انا خلاص ما عدتش باقي على حاجه، هيجرى لي ايه اكتر من اللي جرى واللي بيجرى؟ يا وليه يا وليه يا ام مخ طاق، اسمعيني بس. انا لا بسمع ولا بشوف، يعني يا هي في الدار دي انا تعبت من الجري في شوارع البلد احوش ازعق عن الخلق. يا راجل يا راجل ده ما عادش حد طايق في البلد يبص في خلقتنا ولا يكلمنا من جراير عمايلها، وكل ما اكلمك تقول لي يا نبويه دي غلبانه دي ما ملهاش حد غيري، اصبري بس بكره اخوها يرجع من غيرته. لا انا خلاص حبل صبري دابت. اسمع بقول لك ايه، طلقني يا حاج يا تشوف لك صرفه معاه سربها يا اخي. هغور الصباح رباح، بكره الصبح مش هتلاقيه. بس انت اهبطي كده وكني ولم هدومك ورجعيهم الدولاب. Still up there in the wall where I left, including the carabiner clip. Until it wasn't. There's one big express ride right down to the street, huh, Pete? Well, he should have checked it. الو ما ترد يا اللي Come on, بتتكلم. Glenn. This place is starting to smell. مش عاجبك صوتي ولا ايه؟ ما تردي ردة المية في زورك. ايه بتبصي لي كده ليه؟ هو مفيش حد في البيت غيري؟ امان. على فين؟ ننزل اقعد على القهوه شويه هشم هوا، عندك مانع؟ بالسلامة والقلب داعيلك، بس يبقى جيب لنا شوية منه. شويه ايه؟ هوا من اللي هتشمه. عايده 123 Echo take 2. هم مالك؟ في ايه؟ ما قدامك ما تسألني. Okay. Camera. Camera's rolling. And action, Judy. It's not that I didn't recognize طيب يا اخويا. I did, but it's just that the... Sorry. So camera rolling. You're on back and do it again, dear. 350. The camera's still rolling. هو في هم مالك؟ والله يا جماعه ما فيش حد في البيت ده بتسالوه غيري ابدا. بابا كان نفسه في شويه هوا ما لقاهمش هنا، نازل يشمهم تحت. فهمت؟ انت بتقول ايه يا جدعان؟ خلاص بقى يا عزيز انت جاي من الشغل تعبان طول النهار في المستشفى، ربنا يكون في عونك. يلا شوفوا بقى يا ولاد حفناوي، مش انا اجرالي اللي بيجرى ده وانتوا حاطين ايديكم في ميه بارده. الارض دي لازم تتباع. يا ماما احنا في ايدينا ايه بس نعمله وما عملناهوش؟ تسنوا على ودانه، هي الفلوس دي فلوسي ولا فلوسكم؟ ما تخافيش يا حبيبتي، باذن الله الارض هتتباع. ما تخافش. هو انت تعرف حاجه اكتر من اللي انا اعرفها؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه، انا عامل زي قرود الحكمه في البيت ده، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. بص اعمل كده. يلا يا محمود، يلا حبيبي عشان تاكل لك لقمه. مش جعان يا ماما، ماليش نفس.
انا قلت هتاكل يعني هتاكل. حاضر يا ماما. قول لي يا محمود، ايه رأيك في عواطف بنت سحفناوي؟ ها؟ ايه؟ مالك خفت كده ليه؟ انا ما بكلمهاش يا ماما. هي اللي كل ما تشوفني واقف في حته لوحدي تيجي تقف وتتكلم معايا. عارفه يا روح ماما ان انت ما بتكلمهاش، انما يعني باين عليك انك بتعزها. انا يا ماما؟ انت يا حبيبي، وفيها ايه لما تعزها وتحبها وتتجوزها كمان؟ اتجوز يا ماما؟ يا واد بطل لقم، انا عجناك وخبزاك. ما قلتليش ايه رايك فيها؟ من ناحيه يا ماما؟ افتكر انا الاوان بقى انك تتجوز وتخلف واشوف ولادك. انا يا ماما؟ انت ما قلتليش بتحبها يا واد؟ ماما حضرتك كده تقدري تقولي يعني ان انا برتاح لها قوي يا ماما. يبقى ما اختلفناش. خلاص بكره باذن واحد احد اروح اكلم امها وابوها كمان، هم هيلاقوا زيك فين يا حبيبي؟ ولا كبرت يا دودي وهتبقى عريس. ماما. اتفضل يا بيه. يا حلم الخيال. الو استاذ حفناوي، معقولة؟ تصدق اول ما جرس التليفون ضرب حسيت ان انا هسمع صوتك. بصراحه انا ما جاليش نوم لما اسمع صوتك. انت عامل ايه؟ نفس اللي انا فيه بالظبط، مخي عمال يودي ويجيب وعمالة اتحايل على النوم عشان يجي، مفيش فايدة. انا مش عارفة ايه اللي جرالي. انا كمان في حاجه حصلالي ملخبطالي كياني، مش فاهم لها تفسير. انا مش قادر استطلع من دون من غيرك. انا مش قادر امنع نفسي من التفكير فيكي. غريبة، ده انت زي ما تكون بتوصف اللي انا فيه بالظبط. انا خايفة لا يكون اللي بتسموه ال مكسوفة انت. قوليها مكسوفة؟ طيب على راحتك، اشوفك بكره ان شاء الله، بس تعالي بدري شويه عشان خاطري. تصبحي على خير. كنت بتكلمي مين يا هاله؟ اللي عليه القصد والنية، اللي هيخلصني من الهم اللي انا فيه ده ويستتني. يا خوفي لا نقبك يطلع على شونك. ما تخافيش على بنتك ياما. ايه يا استاذ ده؟ انت اتعملت ولا اترشت؟ يعني كان يبقى كويس لما ادوسك وتروح فيها، ماشيني نايم وهيمان حضرتك. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني خلاص دقت الدنيا بيا، ما حدش يموتني غير مين؟ زهرود عطله. مين؟ استاذ حفناوي عبد ربه. مش ممكن. لا ده زهرود. اهلا 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 يا زهرود. اهلا بيك يا استاذ حفناوي. يا سلام والله زمان يا زهرود. مسير الحي تلاقى يا استاذ حفناوي. يا عجزت وبارك عليك السرير. باشا ده نصر مني. معورك ليه؟ بحبه بتحب يا زهرود. معقولة يا راجل؟ معقولة؟ ده نقول اللي عارف انك ما بتكدبش وانت قلت عليك مجاري بوم. عروسة حلوة زي القمر. هو انت مش متجوز يا استاذ حفناوي؟ عندي عريسين وعروسة. ولسه متشعلق في الدنيا. يا ساتر بطل باقي بقى طول عمرك كده حضرتك كده. انا اتجوزت بالي ومشيت قبل من بدري. عيال ومسؤوليات، عاوز اعيش حياتي بقى.
والدنيا عامله معاك ايه؟ كانت مدياني ظهرها ساعه وايدها يا دوب اديت تزهزهلي وبتضحك لي. الحب حلو قوي يا زغلول. انما قول لي انت عامل ايه بعد ما سبت المصلحه؟ انا زي ما انا يا استاذ حفناوي، واخدها بالطول وبالعرض، بلاعبها وبتلاعبني. بالفهلاوه والشطاره برضه زي عوايدك. اللي تغلبه العبه. انما واضح ان حالك متيسر وعالي العال. اخوك طول عمره سالك يا استاذ حفناوي، بتاع كله تصدير، استيراد، شركات، مقاولات، توكيلات، عقارات، اراضي. اللي بالمناسبه صحيح، انت مش كان عندك حته ارض في البلد بعتها ولا لسه؟ مراتي وعيالي بيزنوا عليها ان ابيعها. ابيعها لك؟ ابيع ايه بس يا زغلول؟ انا مش هبيعها الا لما الاقي مشروع كويس احط في السن اللي هدفعوا لي منه. هي الارض دي تجيب كام يا استاذ حفناوي؟ يعني تخش على مليون جنيه. ابن حلال مصفي. المشروع ده عندي يا استاذ حفناوي. 2 قهوه ساده دبل يا ابني. يا واد اقدر يا حاج. يلا انت لازم تقف عندك. استنى على الشعب بالله. ايه يا جوابات ده؟ مفيش ده. ايه بتدور؟ بقول لك مفيش. هي حزب الترمي هو كلهم 5 جوابات اللي استلمتهم لاهل البلد. 2 من العراق وزيهم من السعوديه و1 من الكويت اصحابهم استلموهم. طب شوف بس كده يمكن ناسي والجواب حدك هنا ولا هنا. شوف عليا بقى يا رب. احلف لك بايه ان ما معايا ولا جواب ليكي. كذاب وستين كذاب يا زفتاوي. انا اخويا قايل لي هيبعت لي كل شهر جواب. فين الجوابات بتاعتي يا زفتاوي؟ يا بنت هتوقعيني. إله أعدمك أنت والحمار في يوم واحد. ما عليكي ولا جواب عندي. أمر الله يا بنتي، لا بإيدي ولا بإيدك. انسيه بقى. انسى اخويا الزبتاوي. انسى ازاي؟ ده هو اللي ليا في الدنيا، هو اهلي وناسي وداري. لو كنا نعرف له طريق جرة كنا بعتنا له ناس بتقول انه في العراق، واللي بيقولوا انه في الكويت، واللي بيقولوا انه دخل السجن، واللي بيقولوا انه قابل رب كريم. وسنين مرت ولا حس ولا خبر. على كل لو كان عايش مسير الحي يتراقب. يا حبيبي برضه ما بعتش جوابات. يعني ادور عليه فين بس يا ربي، ولا اسال مين؟ ليه يا فرج انت بتكلمي نفسك يا ظريفه؟ وانا قاعد لحد اكلمه يا خال؟ بقى ده اسمه كلام. طب ايه رايك بقى؟ في ناس امبارح سالوا عليكي وراسهم وألف سيف لا يشوفوكي ويضيفوكي كام يوم في مصر. ناس مين دول يا خال؟ حفناوي والست عايده مراته. حفناوي مين وعايده مين؟ حفناوي اللي ارضه شرق البلد على الزراعيه. ما اعرفوش. انت بس اللي مش واخده بالك، ده كان حبيب ابوك الروح بالروح. ده اول ما جت سيرتك راسه ألف سيف قال لي لازم تجيبها لي، وخصوصا لما عرف حكايه فرج وغربته قال لي لا يمكن. انت مستني ايه؟ روح هات. اقول له لا مش هتوافق، يقول لي لازم تجيبها. خال ايوه يا ظريف. خدها سيري، انا مش من تحت هعمل بالي. كلام اهدى يا حاج. يعني هتقعد في عربيسي كده؟ سامع يا منصور يا اخويا؟ سامع يا ابويا يا اختي سامع. انت كده يبقى عداك العيب. سيبيها له مخدره وسيبي له الدار كمان. ده ايه؟ ما تخليك محضر كده يا دهول. ما تقوليش يا دهول، انا خلاص ما عدتش صغير، انا دلوقتي راجل مش دهول. انا فاهم في ايه يا ناس؟ ما تجنونيش يا عالم. يعني عايزين نرميها في الشارع، ارمي لحمي في الشارع عشان اللي يسوى المسواش ينهشوا في لحمي. وانت ما رضيتش اللي انا فيه ومش هنعيده تاني يا حاج. انا استحملتها بما فيه الكفايه. دلوقتي بقى عليك تختار، يا وعيالي يا هي. تعالى يا نبوي، مش هتاخدي منه رواد نافع يا نبويه يا اختي. بينا. انت ابويا يا حاج انا والعيال. لما يبقى يرجع اخوها ولا تلاقي لها تصريمه يبقى تعالى
تلمش العيال. وانت ما تسيبيش دارك يا مرات خالي، انا اللي هسيبك. بهدلت دي يا فرج يا اخويا، يعني يرضيك انت تبقى متغرب هناك واني متغربة هنا بين اهلي وناسي؟ تعالى وارحمني من اللي انا فيه. ما عملتليش شاي معاك ليه؟ كان على عيني يا بابا، دي كانت اخر تلقيمة شاي في البيت. وما اشتريتوش شاي ليه؟ وانا كمان هنزل اشتري لكم حاجه من الشارع ولا ايه؟ انا نسيت بالحق صحيح، نسيت ان على كفوفك انت واخواتك والست والدتك ماشي الحنه. خلاص يا بابا حقك عليا حقك عليا، مش مستاهله خالص مش مستاهله. خد يا بابا اتفضل اتفضل يا بابا. مش عاوز ده انا. ان كان لابد تعملي لي سندوتش جعان. مفيش عيش، حد ينزل الفرن يجيب عيش وجبنه. يا سلام، اظن انا هنزل اجيب لكم العيش كمان. امال انا؟ لا سمح الله، تنزلي تجيبي حاجه؟ تجيبي ليه؟ ولا مسعود؟ يا مسعود! ايوه يا بابا. انزل يا ابني تبقى لها كده شويه جبنه وشويه عيش وحاجات تاكلها بطننا فاضيه. ايه ده؟ هي حصلت؟ بطولي وعرضي انا انزل اجيب عيش انا؟ لا انا ما اقصدش يا ابني، انا عاوز اقول لك يعني نشيل بعضينا لغايه ما تيجي الشغاله الجديده. انا اللي عايز اكل ولا اشرب، كفايه بقى قله قيمه. عايزني امسك سبت وانزل اشتري بيه خضار واقف في طابور العيش؟ انا انا اعمل كده؟ خلاص انا على اذنك يا بابا. اذنك معاك يا ما انزلش خالص بعد كده اجيب اي حاجه. خلاص يا ابني خلاص يا ابن مريم دينه، تجيب حاجه ليه؟ ما تجيبوش حاجه، حقكوا عليا كلكم. انا اللي موجود، انا اللي هنزل اجيب كل حاجه. سبت الخضار فين؟ يا بنت تمشي ما تغلبنيش. بالمعروف يا خال، رجعني البلد يا خال. يا بنت تمشي ما تزكنيش. بالمعروف احب على الطرق يا خال، رجعني البلد. لما تشوفي حرمة ودنك مش هرجعك. بالمعروف يا خال، جيت عليا ما افتحش بقي خالص واشيل مدرسة نبوية دي على دماغي. يا بنت تمشي هتلم عليا الخالق. بقول لك تمشي. في ايه يا اخينا؟ في ايه يا شاطرة؟ عايز منك ايه الجدع ده؟ عايز تفتحني يا اخويا. انتوا فاهميني غلط. يعني خالها دي بنت اختي. انا اعرفها. يا بنت هيودوني ازاي؟ هيقطعوني. دي خطيبها. ولا ايوه. قولي له بس. استنى انا اللي هتفاهم معاه. ايوه انت اللي هتسمعني. انا كنت عايز اقول
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عبير عبير، في ايه؟ المعجزه حصلت يا عبير، لقيتها بتتكلم جد؟ هتشوفيها دلوقتي وبعينيكي. يلا بينا. معجزه ايه يا دكتور اللي بيتكلموا عنها؟ اكيد واحد عيان زيك دخل المستشفى وخرج منها على رجليه. يا اما تعالي لي. لا حول ولا قوه الا بالله. مش قلت له انه خانك؟ المصيبه في الحاج وقف ولا كلمه. الغلطه غلطته، مش كان يقول من الاول؟ ماني قلت. لو كنت رجعتني البلد يا خال ما كانش جرى اللي جرى. قسما عظما ما انت راجعه البلد ولا شايفاها ابدا. ليه بس؟ انجري قدامي. اعمل معروف يا خال. انجري يا بنت. رجعني البلد يا خال. انجري يا بنت. يا بنت يا ظريف يا بنت. خال انت عايزه عيش؟ جيب. طب انت يا جدع انت هتفضل كده واقف قدامك طول النهار بتمشيني بقى. الدور شاف الطابور واقف ازاي؟ ما انا واقفه دوري من صباحيه ربنا. عاوزه بكام؟ 2 جنيه. ايه يا ست انت لسه جايه؟ كل واحد يلم لسانه جوه بقه وخلي يمكن ده يعدي على خير. الله مالها دي؟ وفي ايه؟ ناوي يا بالشو هي حصلت واقف في طابور العيش من غير عتاب. عايز بكام عيش؟ كبير. طب خد امسك. انت يا جدع انت هتقف كده واقف قدامك طول النهار ما تخلي عندك دم بقى وتمشيني. غصب عني يا سيدي ناوي. انت عارف في زماننا دوت كل واحد بيدور على راحته ونفسه. انا بحبكم لكن بحب نفسي اكتر. وبتشتغلي عند مين دلوقتي؟ ها؟ بقول بتشتغلي عند مين؟ اقول لك وما تزعلش مني. لا انا ما بعدتش كتير. انا بشتغل عند الست الكبيره اللي عايشه هي وجوزها في الدور الرابع. فين؟ في نفس البيت يا سحفناهم. ايه رايك بقى؟ انا مش مصدقه عينيا. الشقه دي هتبقى بتاعتنا احنا؟ دي فعلا معجزه. انا خايفه اكون بحلم يا عزيز. انت صاحبة الفضل في كل اللي انا فيه يعني. انا هطير من الفرحه. لا لو مش مصدق تيجي بقى على الباب طلعي لنا بتاع كوشه كده عايزين ناخد الكلام مع بعض. هو مطلوب فيها كتير؟ هندفع كل اللي معانا والباقي نقسطه. مشوارنا لسه طويل يا عبيد. هاني فات الكتير ما بقى الا القليل. يا ريت كان بايدي وكنت اقدر اساعدك. لكن تقول ايه بقى؟ في واحد عاقل في الدنيا يحب واحده فقيره زيي؟ لو عشت عمري 1000 مره لا هلاقي ولا هحب واحده زيك يا ام جميله. مين جميله دي؟ بنتنا اللي هنخلفها بعد ما نتجوز. وليه بقى ما تقولش ان احنا هنجيب ولد ونسميه عزيز؟ بنت. ولد. بنت. ولد. بنت. ولد. دي اول مره نختلف فيها يا عبيد. واخر مره يا ابو جميله. اسمحي بقى تقبلي مني الشقه دي هديه متواضعه بتكون باسمك. لا يا عزيز، الشقه دي تعبك وشقاك انت. انا كفايه عليا اكون واقفه جنبك. هو انا ايه وانت ايه؟ يا عبيد انت بتكوني شريكه حياتي، امني واماني ومستقبلي. ارجوك تقبليها مني يا ست، اعتبريها مهرك، هديه متواضعه بعبر لك بيها عن حاجات كتيره قوي جوايا. الله، ما انت بتعرف تقول كلام حلو اهو. يعني ساعات لما ببقى سعيد وفرحان زي ما انا سعيد دلوقتي. مش قد فرحتي. لا فرحتي انا اكتر. لا انا اكتر. لا انا اكتر. لا انا اكتر. يوه، لا نختلف تاني. بينا بقى نلحق صاحب العماره ونربط معاه قبل ما يتصرف في الشقه. يلا. يبقى نقول مبروك على خيرة الله.
بكره زي دلوقتي تمروا عليا نمضي العقد ونخلص المسائل. واحنا ان شاء الله من الصبح بدري يا معلم هنوصل البنك ونخلص الحاجات حسب الاتفاق. بس في شرط بقى اخير لازم ينضاف للعقد. خير يا معلم؟ شرط ايه ده؟ ممنوع منعا باتا دخول اللحوم للعمارة. يعني ايه يا معلم؟ هتحرم علينا اكل اللحمه؟ لا 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 من غير مؤاخذة، ده انتوا هتاكلوا اجدعها لحم. بس يبقى مش معقول ان واحد من اكبر تجار اللحمه في السوق ويخش عمارة لحمه من جزار تاني. دي تبقى حتى مش حلوه في حقي. ايه قلتوا ايه؟ ماشي يا معلم. ناكل من لحمتك. موزة ولا سكر؟ سكر ولا موزة؟ موزة. لا لا سكر. بعدين يا مسعود لازم تختار. موزة. موزة. يعني عليك يا مسعود اتجننت وبقيت تكلم نفسك. مش عارف اعمل ايه يا سهير. مش عارف ايه بس يوه مالك كفلنا الشر. مش قادر ارسى على بره محتار. ايه اللي محيرك بس يا مسعود؟ بقول لك يا سهير. ايوه. اتجوز موزة بنت الجزار ولا سكر بنت الحلواني؟ مين فيهم الاحلى؟ الاثنين عدوا يعني. طب مين فيهم الاغنى؟ الاثنين. طب قول لي مين فيهم بتحبك اكتر؟ الاثنين. طب انت بتحب مين فيهم اكتر؟ الاثنين. يا خرابي. طب مين فيهم متعلمه اكتر من الثانيه؟ الاثنين يعني معاهم الاعداديه ان شاء الله مفيش حاجه. لا انا دماغي بقى اتبرجلت خالص. هي حسبة بيرما. انا عندي حل ليك. بص بقى لا دي ولا دي. وبعدين يا سهير وانا لازم اتجوز. انا خلاص تعبت بقى بالعزوميه دي وتعبت بقى من ماشي على السلك. انا الاول ان انا استريح. عايز انام بطاريه واركب عربيه واكل لقمه هنيه. ايوه يا جماعه مش هفضل طول عمري كده خلاص عشان محتاج فلوس حبيبها. وبعدين اختار موزه ولا سكر؟ معايا موزه ولا سكر؟ ما مش هعرف اتجوز الاثنين. حلها عندك. اختار لك واحده من دول. وانا عندك حل تاني؟ اختارها. موزة؟ صباح الخير يا مدام هاني. صباح النور يا استاذ حفناوي. صباح الخير يا مدام هاني. هو ايه النظام؟ نظام ايه؟ ما تلم تعبينك على الصبح. طب افهم اشمعنى انت الوحيده اللي بيصب عليك بالرقه دي كلها؟ وبتسالني انا ليه؟ ما تساله. وحياة ام عاملها انت عارفاني. بقول لك ايه؟ خليك في حالك. الامور امور صح؟ امور ايه؟ انت عمال ترغي وخلاص بس وتتكلم كده. الامور استاذ حفناوي عايزك. حاضر. كده تأكدت الرؤية. الامور امور. بطاقتك يا اختي انت كمان اهي. وحشتيني يا هاني. استاذ حفناوي انا طالبه اجازه واجازه طويله كمان. ايه المفاجآت دي؟ اجازه؟ ايه الاجازه دي المناسبه؟ زعلان؟ تعبان؟ في حد مضايقك؟ حقيقه انا مش عارفه مالي. انا حاسه ان الكل بيبص لي وحاسه كمان انهم عارفين اللي جوايا وعارفين انا بفكر في ايه. وده شيء يزعلك يا هاني. انا اول مره الاقي نفسي في مشكله زي دي. استاذ حفناوي انت عاوز مني ايه بالظبط؟ لا مفيش حاجه اقول لك ايه. ممكن نتقابل برضه النهارده؟ حضرتك تؤمر بحاجه تانية يا استاذ حفناوي؟ لا مفيش حاجه، بس الاوراق اللي قلت لك عليها كلها هتعمليها وتجيبها لنا ليه؟ عشان اعملها عمل. حاضر. عايز حاجه؟ ايه النظاره؟ يا نعمة سكت عليا يا نزلي ايدك خالص. مش عايز اشوف، مش عايز اعرفك. ده ابويا مراتي عندها حق في اللي قالته عليكي. وايه اصل دي يا اخويا؟ اني الحق عليا اني عايزه اساعدك. على العموم الله يسامحك انت برضه خال والخال والد. انا بكرهك يا رب يا رب. يا تاخدني يا تاخدها يا رب. ولا ياخدني ولا ياخدك خلاص. ان كان يريحك توديني بيت حفناوي دي يلا وديني. ها
هم وريني فين البيت. عواطف افتحي الباب يا عواطف، افتحي الباب. انت يا بنت انت ايه مش سامعاني؟ ما تتهدي بقى، بقولك افتحي الباب. انت ما رحتيش الجامعه ليه يا بنت؟ محاضرات النهارده بعد الظهر. طب امشي الجار افتحي الباب. حاضر. حاج سليم صباح الخير. أنا جيت ومعايا ظريف. يا ماما بسم الله عليكي، فين يا حبيبتي؟ يوه تاني؟ ايه ده انت مودينا على فين؟ وحرام لما نعيش زي بقيه الناس، نقعد في حته هاديه اكلمك وتكلميني. ايوه بس كده بقليله هنصرف بتاع 10 20 جنيه، احنا اولى بيهم. مره من نفسنا. يلا. انا هفوتها لك المره دي بس احتفالا بالشقه، بس حسك كأنك تعملها تاني قدامي يا مبذر. أمور سيادتك، عايزين نتقدم من فضلك. ايه؟ الكازينو اللي كنا قاعدين فيه امبارح كان احسن. لا ده الكازينو ده كمان هادي وهيعجبك قوي. تحبي تاكلي ايه؟ تحبي تشربي حاجه؟ في عندكم اكل ايه؟ اللي تأمري بيه. في عندكم حمام مشوي؟ شكرا. بقول لك ايه يا مسعود، انت غيرت المكان اللي كنا بنقعد فيه قبل كده ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، اصلي متشائم منه، هنا احسن. بجد؟ تعالي بقى عشان انا عاوز اقول لك كلام مهم قوي. ايه؟ تعالي. يلا نزلي ايدك. طيب نزلي ايدك. ايه ده بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ هتغرقي الصالون وبوازير. اصل هو مش هيفوق غير كده، دخلي وانا عارفاه. انت الزفت ده يا اختي. الله ما تزعليش يا ست انت، هو كل بالهب زعل فيه ولا ايه؟ المهم يا ماما نعرف هو في ايه؟ مصيبه لا يكون جرى له حاجه. مش هيجرى له حاجه، ده زي القطه ب7 ارواح اهو. هو ايه اللي عمل فيه كده؟ جرى له ايه؟ خد علقه ما ياخدهاش حمار في مطلع، وايه اخره المتمه كمان طصته عربيه. لا ولسه يا ما هيشوش من جراير عمايله فيي، ما هو ده ذنب. اهو خدي خدي بيدي اهو. بلاش الدلع ده، بلاش الدلع ده. معلش يا استعيد، اصل روحي اتسرقت مني اصل بعافيه كده من يومين 3. معلش يا استعيد. ايه ده؟ هو انت عايده مرات الجدع اللي اسمه حفناوي؟ اسمع بقى يا موزة، وترتقي ودانك لكل اللي هقوله لك. انا خلاص قررت اني اتجوزك. بجد يا مسعود؟ ايوه، هو الجواز فيه هزار. قلت ايه يا هاله؟
قلت ايه يا هاله؟ موافقه تتجوزيني؟ خايفة. خايفه من ايه بس؟ خايفة اخدك من مراتك وولادك وبعدين ترجع تكرهني. اكرهك؟ اكره نفسي وحياتي. ده انا ما حسيتش بطعم الحياه الا من ساعه ما شفتك. انت مجنون؟ دم هيبقى تقيل قوي لو فضلت عاقل على طول. من حق اتجنن من وقت للتاني عشان احس ان انا زي بقيه الخلق. انت عارف احنا هندفع كام في اكله زي دي؟ مش عاوز اعرف. وريحي بقى الكمبيوتر اللي في دماغي ده ولو مره في الشهر. حمام مره واحده؟ هو احنا لاقيين الفلوس؟ ايه بقى المطلوب مني بالظبط؟ هتروح تقابل ابويا وتطلب ايدي وتقول لي انت عاوز تتجوزني. ايوه حبيبتي، ما ينفعش يعني انت تعملي العمليه دي. اعمل ايه يا مسعود؟ يعني اروح اطلب ايدك من ابوك ولا ايه؟ لا ما تفهمنيش غلط يا موزه، ما تفهمنيش غلط. انا اقصد يعني تروحي تفتحي بابا في الموضوع وتاخدي موافقته وانا اجي على كتب الكتاب على طول. ايه رايك؟ معقول يا مسعود؟ معقول مش في تفاصيل لازم نتكلم مع ابويا فيها؟ تفاصيل ايه يا موزه؟ الشبكه ومأخر الصداق وبعدين كل ده عليا انا ولا ايه؟ انا من حقي امن مستقبلي. افرض يعني رجعت لمراتك وولادك وحنت لهم، ابقى انا ساعتها بقى اعمل ايه؟ يا هاله انا شريكي. بكلمه، بوعد، باحلام يمكن تتحقق ويمكن لا. طيب خلاص يا هاله، انا هنفذ كل طلباتك. اوعى تكون زعلت مني. بالعكس، ده انا سعيد بيك جدا. ده انا عاجبني عقلك وتفكيرك المنظم الهادي. انا خلاص بكره الصبح هروح ابيع الارض وهدفع لك مهر وهجيب لك اجمل شبكه في العالم وهشتري لك الشقه اللي تعجبك. ايه رايك بقى؟ لا سبق وقلت لك قبل كده اني مش عايزه اي حاجه. هما كفايه قوي الدبلتين. والمهر؟ ربع جنيه. والمؤخر؟ برضه ربع جنيه. يا بلاش، جوازه ب50 قرش. اللي بينا يا عزيز اغلى من كل كنوز الدنيا. واوعى في يوم اسمعك تقول لي انك مستني نصيبك من بيع الارض. طبعا يا حبيبتي لازم اتصرف غصب عن عين اللي خلفوني. لازم استنى لما بابا يبيع الارض. يا مسعود يا مسعود، ده مجرد كلام لازم تتكلم مع ابويا فيه قدام الخلق. خلق مين بس يا موزه؟ اهلي واهلك واللي يعرفونا يعني. ومالهم ومالنا؟ هو الجواز كده يا مسعود مظاهر، وخصوصا مع الناس اللي زي اهلي. وما تكونش هم بقى يا مسعود، يعني انا هدبر لك كل حاجه. واوعى انت ناسي ان انا بنت وحيده هتدفع صبيان. لا طبعا مش ناسي، يعني بجد يا موزه هتدبريها. ادي انت حد كبير معاك بكره عشان تقابل بابا. الفجر هكون عندكم عشان اشرب قهوتي. قهوة ايه بقى؟ ده فرح مش ميتة. شربات شربات زي بعضه، بس المهم انك انت اللي تعمليه بايديك. الشربات مجهزاه من اول يوم اتقابلنا فيه. افهم من كده انك حاطه عينك عليا من بدري. اتمرع بقى، انا غلطانه اللي قلت لك. برفع من روحك المعنويه. شايفه ابوكي وعمايله دي برضه واحده يجيبها لنا؟ يا ماما هو بابا ذنبه ايه بس؟ مش الحاج سليم هو اللي جابها، وبعدين بابا لا شافها ولا يعرفها قبل كده. خلاص يبقى لما حاج سليم يقف على رجليه يتفضل ياخدها بره. انا مش ناقصه عهات. هو ايه ده؟ وايه اصله دي؟ انتوا عمالين تتوشوشوا ولا ايه؟ ما تم يا اختي انت وهي عايزين ناكل حاجه ولا نشرب حاجه؟ اني جعان. انقذني خالص. جعان يا خال، اني على لحمه بطني من امبارح. مش معقول دي تكون بني ادمه. بالبرطه بتقولي ايه يا عايده؟ ها؟ عايده انت اتجننت يا بنت؟ انقذني يا اللي تتشك في لسانك اسمها ست عايده. هتنقطيني. لا مؤاخذه يا ست، هي غشيمه انما قلبها ابيض. لو اتعودتوا عليها مش هتسلوها ابدا. ما هو باين. بقول لك ايه يا خال، انا عايزه اتفرج على التلفزيون، شغلوا لي عايده.
كده تاني تتجسس عليا يا مسعود. والله المره دي صدفه. اتفضل حضرتك اتفضل. اتفضل ليه يعني؟ احنا اللي موقفين التاكسي الاول. اسكت انت. خلاص اتفضلوا. لا اتفضل حضرتك، ما يصحش انت الكبير. اتفضل. لا اركب. هي دي بقى البجاحه اللي بحقي وحقيقي. ما انت مستني كوليان وليا والولوك ساعه الصبحيه. الله يخرب بيتك يا موزه، ولا كلمه. ما انت شايف عامل لها ايه يعني؟ لا محترمه نفسها ولا حتى الراجل اللي معاها ده لا بيهش ولا بيديش ولا حتى قادر يقول لها عيب. الله يخرب بيتك. عجبك كده؟ معلش يا ابني معاك بعدين. دي موزه مفيش حاجه. اتفضل بالسلامه يا اخويا انت كمان. بابا مسعود في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. افهمك يا بابا بعدين. ايوه يعني العربيه الميكروباص دي بتاعتك. ايوه. وانت بتشتغل عليها وتسوقها. ايوه. قلبي بابا مالك يا بابا؟ بطة وأحمد سيد ويشارك الإهداء عبد الهادي الحسيني وزوجته ومحمد زكي وزوجته نور. أيضا بيان عبد المنعم محمد عبد المنعم ونورهان عسل. هو باين انه سعفناه وهيتاخر. الظاهر كده يا حاج. طيب استاذن انا بقى ومش هوصيكوا على ظريف. ايه انت ناوي تمشي بالسباع لي هنا؟ رجلي على رجلك. خليكي مكانك، ده مشوار صغير وراجع. اتفرجي انت على التلفزيون. فين يا حاج؟ مشوار صغير وراجع على طول. يا حاج سليم مش معقول كده. يا حاج سليم ما تتعبيش نفسك، ده هو ما صدق عشان يرضي لما تتسمى نبوية. يعني ايه؟ يعني ظريفة وقعت في قرابيزنا يا ماما. ايه؟ بقول لك ايه يا عندي؟ أنا جعانة بقى. شايفة يا ماما بتاكل ازاي؟ ايوه زي ما تكون ما شافتش اكل قبل كده. يا ربي هو انا ناقصه هم؟ ما عندكوش حاجة حرشة؟ حرشة؟ ايه حرشة دي؟ بطل حرشة على حرشة مخلل لفت فحل بطل. ما تتلمى يا بنت حسناء ولا ماما لمك ودوك بصابعك حرام عليك. ايه حصلك؟ انت مالكيش اقعد عندي. امشي اطلعي بره. امشي يا بنت اطلعي بره. امشي اطلعي بره. امشي ايه عايزة اموري ايدك عينك يلا غوري. كانت تجيب بلا وانت شبه نبوية مرات خالي. منك لله يا حاج سليم، منك لله. روح فين بس يا رب دلوقتي؟ روح مين؟ يا ابا فينك يا فرج يا اخويا تغيب؟ فينك؟ اتفضلوا. تريزو. اهلا وسهلا. جواب تشرب ايه؟ هات لهم سم هاني. انا قهوه ساده ليا. وانا زيه. والبيت؟ هات له شربات لو عندك. يا ابني لسانك اقعد ساكت شويه. هات لي قهوه ساده. عطاوي. بابا انا هريحك وهريح نفسي، هقول لك على كل اللي عايز تعرفه، بس ارجوك تبص للامور من وجهه نظرك. اتفضل، منك نستفيد يا دكتور. الميكروباص اللي شفته ده بتاعي وبشتغل عليه وقت فراغي، وعبير اللي انت شفتها دي ممرضه وانا بحبها وهتجوزها. ايمي بابا مالك يا بابا؟ ما تلمسنيش. لا مفيش حاجه. يا بابا احنا جايين نتكلم بالهداوه، ايه لازمتها بس الساعه والشرشره اللي انت عاملها دي؟ يا بابا احنا ما عدناش صغيرين، وانا الاوان بقى كل واحد يشيل شيلته. لا انتوا ناويين تشيلوني. انا صنعت ده كله ودخلك كليه الطب عشان تخرج تبقى دكتور محترم وتبهري في وسط الناس. تقوم اخرة المكمل تروح شغال سواق ميكروباص ومن نفر وتحب ممرضه عاوز تتجوزها. حقي اكيف حياتي يا بابا بالشكل اللي يريحني، حقي ابني مستقبلي. انا ما غلطتش في حقك ولا في حق نفسي. إلهي يجيكم ويحط عليكم يا عيلة حفناوي. هو انا شفت على ايديهم شويه؟ دول كانوا خلاص كانوا هيخليني اكلم نفسي من كتر عمايلهم. انت تعرفيهم؟ اللي اعرفهم ده 10 سنتين وروني فيهم النجوم في عز الظهر. قومي يا اختي قومي ارجعي بلدك ومن فلد جلدك يلا. ما اعرفش ارجع، وبعدين حتى لو اعرف تغور البلد من وش نبويه واللي فيه. يلا. الله امال هتعملي ايه؟ انا عارفه لك بقى، ما تسيبيني في حالي.
تتحرقوا جاز. انا عملت اللي عليا، ربيتكم وعلمتكم ودخلتكم مدارس وخرجتكم، انا ما قصرتش في حاجه. حصل يا بابا، بس ارجوك ما تزعلش مني، دي حياتي ولازم ارتبها بالشكل اللي يريحني. احنا دلوقتي بقينا رجاله. سامع ابوك انتوا الاثنين هتشلوني. وانا مالي بقى يا بابا؟ ما انت عمال وانت كمان عايز شوال على الناس اللي حواليك. ما يطمن يا سيدي، انا خلاص رتبت حياتي وهسيب لك البيت. هسيب البيت وعلى فين العزم ده ان شاء الله؟ جالي عدلي هتجوز. هتتجوز؟ ومين اللي اتصت في نواضرها وهتتجوز واحد زيك لا قدام ولا وراه؟ وغلاوتك هيبقى ورايا وقدامي وهركب باذن الله زي المكه ومن غير ما تبيع الارض اطمن. ومين قال لك انا هبيع الارض؟ ما انت عارف وعزيز عارف وانا كمان عارف. خلاص طبعا عندك حق. ماما البنت قاعده على الباب بره. سيبيها تتفلق، يعني هنعمل لها ايه؟ اني ادخلها لحد ما يجي بابا يتصرف معاها ويرجعها البلد. اوعي تفتحي لها الباب احسن دي مجنونه تخنقني وتخنقك. سيبيها تتحرق بجاز، دي مجنونه وهبله، ومين عارف يمكن بتسوق الهبل على الشيطانه. شوفوا بقى يا ولاد حفناوي، انا بعمل الرجاله وبتفهموا، انا هقول لكم على سر مش عاوز حد يعرفه. انا مش بقول لكم الكلام ده انا عشان بستأذنكم باخد رايكم، لا، انا بقول لكم عشان قبل ما تسمعوه من بره تبقوا سمعتوه مني انا. والكلام ده مش عاوز امكم تعرفه قبل ما ابلغك انا بيه. انا هتجوز. حقي انا عشت عمري كله ليكم، فضلت ادور الساقيه وجراها لغايه ما اتقطم وسطي من بيتي وشغلي ومن شغل البيت، ماليش هم الا انتوا. وانتوا دلوقتي كل واحد بيدور على حياته وعلى مستقبله، انا كمان من حقي ان انا اعيش، لازم اعوض الايام اللي راحت مني. وماما ذنبها ايه؟ مامتك ما يبقاش اي حاجه وما لهاش ذنب في اي حاجه، مامتك عايشه حياتها في بيتها ما لهاش هم الهم والبيت والديكور والاكل والشرب. انا بنست حاجات كتير قوي، انا بنست واحده تحسسني ان انا عايش وعايش عشاني. انتوا بتبصوا بعض كده ليه؟ انا غلطان؟ ردوا عليا قولوا لي اي حاجه. بابا انت بتتكلم مظبوط، عاوزنا بس نقول لك ايه؟ تقولوا ما تقولوش، انا خلاص انا قررت وهنفذ مالي.